السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مزيانين لاباس عليكم على خير وبخير؟ نتمنىكم كلكم تكونوا على خير وبخير. يلقاكم الفيديو اليوم في احسن الاحوال، فيديو جديد. اليوم غنشاركوا مع بعضياتنا هاد الميني كيك اللي كيجيو خطيرين في المذاق وبواحد المقادير بساطين بزاف بزاف بزاف. بيضة واحدة كنديروا هاد الميني كيك بواحد المقادير اللي جد يعني بساطين، وكيجي واحد الهشاشة وواحد كما كتشوفوا راه التليفون ما كيعطيهمش حقهم، تبارك الله مجعبين من الداخل وخطيرين وهشاشين فحال البونجو تيذوبوا في الفم وعاد كيجيو في منيطر غزال. نقدروا نصايبوهم لوليداتنا الكوتي، يعني نقدروا نصايبوهم الوقيته اللي حنا حابين، حيت الوقت محدد فين كتصايبوهم، في اسرع وقت كتقدروا تصايبوهم. كنتمنى تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر وتعطيوني الراي ديالكم. ندوزو للمقادير على بركه الله. في واحد البول عندي 3 المعالق في هذا القياس هذا ديال سكر سنيده. كما كتشوفوا انا بينت لكم يعني المعلقه باش تعرفوا القياس، وبالنسبه تقدروا تزيدوا تنقصوا حسب الذوق. عندي قشره ديال الحامضه وغنخدم حتى الماء ديالها. عندي ساشيه ديال سكر فاني، عندي خميره الحلوى 20 غرام، عندي بيضه واحده، رشه ملح، نصف كاس من الزيت النباتيه، كاس ونص ديال الدقيق ولكن كيبقى حسب الخليط. انا في الاخر غادي نزيد واحد نص كاس حيت هاد الميني كيك الدوليه، هاد المقادير الدوليه 2 كيسان ديال الدقيق. مهم كنبداو غير بكاس ونص ومن بعد كنشوفوا على حسب الخليط ديالنا. درت كما شفتوا ديك الساشيه ديال سكر فاني مع 3 ديال كما كتلاحظوا 3 ديال معالق يعني مملوئين ديال سكر سنيده مع داك البيضه واحده، وكنطرب جيدا حتى كيرجع ليا الخليط لونه فحال كريمي يعني فحال بيج. كنضيف ديك رشه ملح، كنضيف القشور الحامض، قشور حامضه او ليمونه كل واحد اش كيقول ليها، وديك العصير د الحامضه ديك يعني ديك نص ليمونه ولا نصف حامضه انا عصرتها وحيت واحد معلقه كبيره غنحتاجها في الاخر. كما كتشوفوا ضفت على الخليط زيت نباتيه اللي هي نصف كاس كما لاحظتوا. ودابا غادي نزيد الخميره د الحلوى ديالي اللي هي عندي انا ساشي من فئه 20 غرام. تقدروا ديروا هذوك الزوج اللي كيساويو 8 غرام، كافي لكم 16 غرام راه كافي. كما لاحظتوا الخليط ديالي راه شويه يعني ماسك راسو قاصح شويش. غادي ندير واحد نصف كاس ديال الماء غليان كيعطي واحد الهشاشه، صدقوني لهاد الميني كيك تيجيو خطيرين واحد يعني كيعطيهم واحد الطراوه غزاله. واخا يبقى لكم هاد الميني كيك يعني مده تيبقى محافظ على داك الهشاشه ديالو. كما لاحظتوا انا كاس ونص راه ما كفاونيش للخليط اللي كان عندي ديال السوائل. يعني دابا عندي بالنسبه للدقيق 2 كيسان ديال الدقيق. بالنسبه للغرامات غنخلي لكم القياس بالغرام في صندوق الوصف. دابا هذا هو الخليط اللي انا كنفتش عليه في هذا القياس هذا وفي هذا، يعني هذا هو القياس اللي انا بغيت، حيت انا غادي نديرهم يعني بالتفاح خصني يبقاو فحال شكل الخليط يعني واحد شويه شاد في راسو. غندير واحد 2 معالق كما لاحظتوا بحال هكا 2 معالق يعني بحال لي يعني ماشي النص ديال المول. وبالنسبه سمحوا لي لهاد لي مول هادو راهم متواجدين في السوق بواحد الكميه تبارك الله ورخاصين، راهم غير 2 دراهم. انا دهنتهم بالزبده كما لاحظتوا ورشيت عليهم رشه صغيره من الدقيق ضروري باش ما يلصقوش لينا. ودابا جبنا 2 تفاحات صغيورين ماشي كبارين كما شفتوا وقطعتهم شرائح رقاقين، خويت ليهم القلب ديالهم وخليتهم بالقشره ديالهم. هاد المعلقه كما كتشوفوا معلقه مملوءه من الحامض، هي اللي خليت من داك الحامضه اللي درناها في وسط العجينه ديالنا بحال شكل يعني
لبست ديك الطريفات كاملين اللي عندي ديال التفاح باش يحافظ ليا على ديك اللوين ديالو. ودابا غادي نحاول انني هذيك جوج تفاحات اللي عندي اللي هما صغارين كما قلت لكم، نحاول انني نقادهم على هاد الليمون اللي عندي كاملين. وفي هاد الساعه هذه انا راه شاعله الفرن ديالي، عندي الفرن انا بالنسبه ديال الغاز، يعني غادي تشعلوه من قبل وتخليوه يسخن مزيان، وعاد تدخلوا هاد الميني كيك ديالكم. انا شعلت عليهم غير من الفوق، وخليت يعني اللاطه ديالي الفوق، من بعد عاد هبطتهم لتحت ياخذوا اللوين اللي خاصني من الوجه ديالهم. وعاد دابا في هاد الساعه هذه كما شفتوا راني خرجتهم. طيبت المده اللي طابوا فيها يعني 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه، ما فاتوهاش. ما كانش عندي المربى المشمش، يعني تقدروا تدهنوا بالمربى المشمش، تقدروا يعني دهنوا هكا بالناباج كيجيو غزالين افضل. انا ما متواجدينش عندي، درت غير واحد شويه ديال السيرو دغيا طيبته، غير معلقه السكر طيبتها مع واحد نص كاس د الماء حتى غلى مزيان. وهذا هو يعني باش درت يعني ديباني هاد الميني كيك هذا مهم. وكنحاولوا اننا نديرو هكا على الوجه بالفرشه ديالنا هي بشويه باش يعطي لنا ديك اللمعه اللي حنا بغيناها. صافي هما يعني من قبل راهم مزوقين يعني بالتفاح. بالنسبه اللي عندهم فرن كهربائي، هاد الميني كيك تيطيبوا على 180 درجه، ومن بعد كنشعلوا عليهم من الفوق باش تياخذوا ديك اللون الحميمر الغزال المنور بحال هكا. وهذا مكان المهم بعد ما كندهنوهم باش ما عطا الله اللي عندنا في الدار متواجد عندنا تندهنوا به، يا مربى يا سيرو يا الناباج كيجي افضل وافضل. مهم كنقدروا نزيدوا واحد الاضافه اللي هي المكسرات اللي عندنا نقضيو به، يعني اللي متواجد عندنا. انا فضلت نخليهم هكا. مهم هادشي اللي كاين. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم. ها نتوما محمرين، كاينين شي وحدين كانوا يعني تحمروا بزاف من التحت، كانوا واحد الجانب اللي هو يعني الفران كيكون بعد مره كي هذاك لك في بالبلايص. هذا مكان مهم خداو داك اللون اللي انا كفتش عليه وجاو غزالين وجاو محمرين وشهوه منهم. مهم كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم. هانتوما تبارك الله ما شاء الله. غادي نقطع معكم هاد القطعه وتشوفوا كاين واحد الجعاب لداخل تبارك الله مشفجين ومقطنين وتيذوبوا في الفم. صدقوني هذيك المقادير اللي درنا فيهم وهذيك القشور الحامض عطاهم واحد المذاق عرفتي، ما كانوا كيطيبوا واحد الريحه طالعه منهم غزاله. كنتمنى يعجبكم الفيديو اليوم. ولا كنتوا اول مره تشوفوا هذه القناه كنتمنى ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو واشتراك في القناه فضلا منكم وليس امرا. لأول مرة أما القدامين داركم ودائما مرحبا بكم وألف مرحبا. مهم كان هذا هو الفيديو اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.